العالم كله بيحتفل بعيد الحب النهارده 14 فبراير، ومصر فقط اللي بتحتفل بعيد الحب مرتين، مرة يوم 4 نوفمبر ومرة يوم 14 فبراير اللي هو النهارده. طب ايه سبب ان مصر بتحتفل مرتين؟ في الحقيقة المرة الأولانية 4 نوفمبر كان أطلقها الكاتب الصحفي الله يرحمه مصطفى أمين. آه، وكان هو صاحب فكرة احتفال بيوم أو عيد الحب يوم 4 نوفمبر من كل سنة. وكانت جات له الفكرة، كان ماشي بالصدفة في السيدة زينب، وفوجئ بجنازة لأحد الأشخاص المسنين، كان عنده أكثر من 75 سنة، وثلاثة ماشيين وراه. مشهد غريب جدا حتى في مجتمعنا المصري، يعني دايما أي جنازة بتلاقي فيها العشرات إن لم يكن فيها المئات بل الآلاف أحيانا. ده مجتمعنا المصري، ودي حاجة من العادات والتقاليد الموجودة في المجتمع المصري، سواء مسلمين أو مسيحيين. دايما بتلاقي العزاءات أو الجنازة بيمشي وراها ناس كتير. فمصطفى أمين لما بص لقى الراجل متشال في النعش ووراه ثلاثة، استغرب فقرب وسأل الراجل ده فين اهله، فين اخواته، فين عيلته، فين محبينه؟ لانه ما كانش حد بيحبه ولا هو كان بيحب حد، وكان عايش مع نفسه ومش متزوج وتوفى وانتقل. فمصطفى امين تاثر جدا بالقصه، وراح كتب في اخبار اليوم دعوه للحب وعيد الحب، بهدف تقويه الحب ونشره في المجتمع المصري، لانه كان مظلوم وفي حاله ذهول في الحياه. دي الاحتفالية الأولى اللي ما زلنا بنحتفل بيها حتى الآن، يوم 4 نوفمبر من كل سنة. أما 14 فبراير اللي هو عيد الحب في العالم كله في الحقيقة، فدي باختصار يمكن كلنا عارفين قصتها. كان في واحد قديس اسمه فالنتين. فالنتين ده كان في عهد حاكم الإمبراطورية الرومانية كان اسمه كلوديوس. كلوديوس ده في القرن الثالث الميلادي كان بيمنع زواج الجنود عشان الامبراطوريه الرومانيه كان بتتوسع، وكانوا بيخوضوا حروب وكده، فكان يقول لك الجنود ما يتجوزوش. فالقديس ده كان يروح للقديس، فكان بيزوجهم سرا، يعني يجيب لهم بنات او هم يجيبوا البنات ويزوجهم سرا. فعرف الامبراطور ان هو بيزوج الجنود سرا، فقرر سجنه واعدامه. فمن يومها تقرر الاحتفال بعيد الحب ذكرى وفاة أو ذكرى إعدام القديس فالنتين. وقصص كتيرة جدا في الحقيقة، لكن اللي أنا عايز أقوله بغض النظر كان عيد الحب في 4 نوفمبر أو في 14 فبراير من كل عام، الفكرة إن اليوم اللي بيعدي عليك هو يوم عيد في الحياة. اليوم اللي بتتصالح مع نفسك، اللي بترضى بقدر الله وقدره، اليوم اللي بترضي ربنا سبحانه وتعالى، اليوم اللي بتسامح فيه الناس والناس بتسامحك، اليوم اللي بتتنازل عن آه، حقدك وكراهيتك للآخرين. هو ده يوم عيد حقيقي في الحياة. لابد أن ننقي قلوبنا من الضغناء والحقد والحسد وكل الأشياء المرتبطة عايز أقول إيه، الأحاسيس غير الإنسانية في الحياة. لو نجحنا في ذلك أن ننقي قلوبنا من كل هذه المشاعر البغيضة، أعتقد إن إحنا ممكن نجد أو نبحث عن إنسان جديد يحمل معاني الحب الفطري اللي ربنا خلقنا به جميعا. حديث عن الحب يطول ويطول، لكن حبيت أطلع على حضراتكم النهاردة طبعا في عيد الحب، أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، وعيد سعيد على كل المحبين.